السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير، هانين مهنين. انا جيت نقول لكم الفرق ما بين المعلم اللي مخيبر وقديم وسنانه طايحين في الحرفه وما بين المعلم اللي يلاه بادي جديد ويلاه داخل الدومين. الفرق بيناتهم كيبينوا لك الدوزين، هو اللي كيبين لك الفرق بيناتهم. المعلم اللي عنده خبره وسنانه طايحين في الحرفه ومخيبر ولاسيه كتلقى عنده الدوزين ديما شنو الدوزه اللي كيكون عنده. وانا غنقول لكم الدوزه اللي كيكون عنده كتكون عنده غالبا مترقه ومن لاس ما يفوتش شوي، حيت هذيك الثقه في النفس اللي عنده هو مخدماه. يعني غادي يدخل الشانطي ما غيوحلش الباطرون، غيبدا يباني فيه. علاش؟ حيت مخايبر وحيت محتاج وحيت سنانو طايحين في الحرفه. واعر، فهمت؟ كيتسمى داك واعر. المعلم اللي يلاه بادي، حنا شوف كنهضروا ماشي كنحضروا داك اللي يلاه بادي، راه هذاك اللي مخيبر غندوز المراحل، راه ماشي حرق المراحل بالزربه من هنا تهز لتم، راه حتى واحد ما بدا واعر. هذاك اللي يلاه بادي دابا غنهضروا عليه غيقدر يولي واعر وعار من هذاك اللي هضرنا عليه الاول. وتسنط ليا المعلم اللي يلاه بادي كتلقى عنده جميع انواع الدوزه، ما كتلقى مخصوص حتى من شي حاجه، حيت داخل ليه مسكين باقي تبوجيده، فهمتي؟ ديال الاول كتكون باقي كتلقى عنده بغوميير مترقه، كتلقى عنده دوزيام مترقه، كتلقى عنده جوج متارقه ملاسه، كتلقى عنده ميزان الخير، ميزان الماء من النوع الرفيع، كتلقى عنده ميزان مليح، منشار، لقار، وكتلقى عنده معصيطه. شي معصيطه كاع ما كاين عند الباطرون براسو كتلقى عنده. حنا ما كنحتقروش اللي يلاه بادي ولا شي حاجه، حنا غير خلينا ضحكنا بها وهذا الشيء راه كاين وحنا ضحكنا بها والله يسهل على اي واحد. حنا راه ولاد الدراوش وكنضحكوا مع ولاد الدراوش، واللي ما عجبوش ضحكنا الله يسامح. تحياتي ليكم.